يا هلا والله بأول فيديو لي على اليوتيوب. في هذا الفيديو راح أوضح به قصتي من الأي تو زد، راح أسولف بها كل التفاصيل وشلون بلشت بهذا المجال، فخليكم مركزين وياي وخليكم مركزين بكل شيء أنا راح أقوله بهذا الفيديو. بالإضافة إن شاء الله بالأيام الجاية أحاول قدر الإمكان إنه أنزل لكم مجموعة فيديوهات، وهذه مجموعة فيديوهات راح تعلمكم لهذا المجال وراح تفهمكم لهذا المجال، والحمد لله إنه راح أخلي هاي المجموعة من هاي الفيديوهات راح تكون بشكل مجاني ونعرف كل التفاصيل تخص هذا المجال. بداية الموضوع، اسمي قاسم مناضل، عمري 27 سنة، من العراق من النجف، وقصتي بلشت من سنة 2014 كشخص عادي اتخرج من السادس اعدادي بمعدل 94، وكل احنا نعرف الهوسة واللغوة الخاصة بالقبولات. صراحة ما كان عندي هدف معين او لكلية معينة، فانقبلت كلية هندسة جامعة الكوفة وداومت بيها لمدة سنة كاملة. وللأسف كل الطلاب اللي كانوا بالمرحلة الأولى إن هم بعد ما يتخرجون راح يشتغلون سواق تاكسي، فهنا أنا فكرت إنه أنا لازم أغير التخصص مالتي وأروح لكلية ثانية أو معهد ثاني، فلغيت كلية الهندسة ورحت على المعهد الطبي قسم بغداد، وهنا انقبلت معهد طبي قسم تخدير. وأكيد بعد سنتين دراسة وبعد الدراسة سنة كاملة أنت قاعد على مود تتوظف لحد ما تعينت بتاريخ 16/5/2019. وكليتنا كعراقيين بانين احلامنا واهدافنا على الوظيفه، انه احنا بعد ما نتعين راح نحقق كل اهدافنا وكل طموحاتنا. بعد سنه كامله من الوظيفه شفت ان الراتب ما راح يكفي اي شيء، على الرغم انه انا كنت عزابي وما عندي مسؤوليات ولا عندي اي مصاريف ثانيه، بس مجرد مصاريفي الشخصيه. فتخيل لما ردت اشتري سياره الموضوع طلب من عندي سنه كامله اقساط، يلا قدرت اشتري هذه السياره، وهي سياره جدا بسيطه، اكسنت موديل 2010، قيمتها ما تتجاوز 10,000 دولار. فهنا أنا قررت إنه أنا لازم أشتغل شغلة ثانية، وكل إحنا نعرف إن المجموعة الطبية لما يريد يروح يشتغل شغلة ثانية، أما يشتغل بمستشفيات أهلية أو عيادات تمريضية، وأنا دورت شغلتين لكن للأسف ما حصلت ولا شغلة من عندهم. فاشتغلت الشغلات تقليدية ممكن أي موظف يشتغلها، اشتغلت تاكسي واشتغلت بقاعة واشتغلت بجيم واشتغلت كل هالشغلات هذه، بس في سبيل انه ازود راتبي 100,000 او 200,000 اللي هو تقريبا بالدولار ممكن 100 دولار او 200 دولار ماكسيموم. فهنا شفت انه انا جاي اضيع شغلتين، الشغله الاولى جاي اضيع وقتي، والشغله الثانيه جاي اضيع جهدي في سبيل انه ازود راتبي 100 دولار او 200 دولار. انا قلت ليش ما ادخل لمجال الانترنت؟ ليش ما ادور شغل عن طريق الانترنت؟ شغل انا قاعد بالبيت عن طريق لابتوبي وعن طريق تليفوني اللي موجود بكل البيوت العراقيه، واستغلهم بطريقه صح واطلع من عندهم فلوس. وهنا بلشت الرحله انه انا شلون اقدر احصل شغل عن طريق الانترنت. وصراحه اشتغلت بهواي شركات واشتغلت بهواي مواقع عن طريق الانترنت، ولكن كل هذه الشركات باءت بالفشل. الى ان اشتغلت بشركه امازون انه اني ابيع تصاميم تيشيرتات عن طريق هاي الشركه، والحمد لله ما قدرت اربح ولا دولار، ولكن ما استسلمت لهذا الواقع، فظليت ابحث وابحث على هذا المجال. وكليتنا اليوم احنا كعراقيين او كعرب لما نروح ونبحث عن طريق الانترنت لمجال الربح عن طريق الانترنت راح يطلع لنا مجال اسمه التداول. وهنا بلشت الرحله بهذا المجال. بعدها بفتره لقيت اعلان عن طريق الانترنت لندوه مجانيه بالنجف، حضرت هذه الندوه وتعرفت على مجال التداول. بصراحه تعرفت على سوق الفوركس بشكل احرى، وعرفت شنو هو السوق وعرفت شنو تفاصيله، لكن ما عرفت كل الاساسيات. وصراحه الشخص اللي انطاني معلومات على هذا المجال كان الهدف من عنده انه اتداول على البروكر مالته وهو يحصل عمولات من البروكر واني اخسر كل شيء. بمجرد اول يوم عرفنا به سوق الفوركس، ثاني يوم اخذنا به استراتيجيه. وتخيلوا اول صفقه لي فتحتها بلوت واحد ستاندر وكل الايداع اللي انا كنت افكر به اني اودع 200 الى 300 دولار، انا ما ودعت ولا دولار ولا تداولت باي دولار. بعدها قلت لازم اتعلم لهذا المجال بطريقه افضل، ولازم اعرف الاساسيات الخاصه بهذا المجال، ولازم اعرف ابسط الاساسيات مثل اللوت، الرافعه الماليه، السبريد، وغيرها من هواي تفاصيل تخص هذا المجال. وهنا بلشت الرحله الثانيه باليوتيوب. الحمد لله تعرفت على بعض المصطلحات الخاصه بمجال التداول او بالاساسيات صراحه، لكن المشكله الاكبر انه لما تروح لقنوات اليوتيوب راح تشوف انه كل شخص يقول لك انه انا الافضل وانا الاحسن وانا التنين المجنح. واستمريت على هذا المنوال لمده سنه كامله، والمحصله النتيجه النهائيه انه ما لقيت اي شيء يساعدني بهذا المجال او ياسسني بطريقه صح بهذا المجال. لحد تاريخ 6/1/2021 لقيت اعلان لشخص عن طريق الانستغرام يتكلم عن اكاديميه تعليميه بمجال التداول، وقلت خلاص هذا هو المنقذ الوحيد. وبصراحه اخذت الفرصه، دخلت مكالمه ويا هذا الشخص وفهمني كل شيء يخص هذا المجال وشلون انا راح اتعلم لهذا المجال من A to Z. ما اطول عليكم،
بيومين على ما دبرت الفلوس الباقة وبلشت بهاي الأكاديمية، وبلشت أتعلم لهذا المجال من الصفر، ونسيت كل المعلومات اللي أخذتها عن طريق اليوتيوب، وظليت أستمر بهذا المجال وظليت أتعلم لهذا المجال من الصفر. والحمد لله والشكر قدرت أتعلم ستيب باي ستيب أو خطوة. وبصراحة والحلو بهذا المجال والحلو بهاي الأكاديمية إنه أنت لما تدخل لهاي الأكاديمية راح يكون اكو شخص وياك، هذا الشخص هو مرشد وموجه لك بهذا المجال، يعني نقدر نقول مثل المدرب الشخصي. هذا الشخص راح يفهمك الخطة وراح يفهمك المجال، لأنه هذا الشخص هو داخل قبلك بفترة، فمليون بالمية يعرف كل التفاصيل تخص هذا المجال. وبعدها استمريت بهذا المجال ولله الحمد والمنة. أنا اليوم صار لي أكثر من 4 سنوات موجود بهاي الأكاديمية، وقدرت أساعد أكثر من 3000 شخص إنه يتأسس بطريقة صح ويبلش بطريقة صح. والحمد لله والشكر بعد 4 سنوات موجود بهذا المجال، أنا اليوم أقول وبكل صراحة إنه قدرت أترك وظيفتي واعتمد اعتماد اساسي على هذا المجال. وممكن هواي ناس تسال انه شنو الشغلات الماديه اللي تغيرت بحياتك. الحمد لله والشكر قدرت اكون نفسي وقدرت اتزوج وقدرت اشتري سياره من هذا المجال، والحمد لله والشكر انا اليوم معتمد اعتماد اساسي على هذا المجال، فمصدر دخلي الاساسي ومصدر دخلي الوحيد من هذا المجال. بكل اختصار هذه قصتي بهذا المجال، وشلون قدرت ابلش بهذا المجال، وشلون قدرت انجح بهذا المجال. وان شاء الله بالايام الجايه راح يكون في فيديوهات تعلمكم هذا المجال وتعلمكم كل التفاصيل تخص هذا المجال، وشلون انت تقدر تبلش وشلون تقدر تربح من هذا المجال. فخليكم جاهزين وخليكم مستعدين، واهم شغله لا تنسى انه تشترك بقناتي على اليوتيوب وتفعل جرس الاشعارات على ما توصلك كل الفيديوهات، ولا تنسى راح اخلي لك كل حساباتي اسفل الفيديو. فاشوفكم خير على الفيديوهات الجايه.